هاي، ازيكم؟ لو انتوا اول مرة بتسمعونا او بتشوفونا فاحنا جاك بودكاست. هنكون بنتكلم في البودكاست عن افكار ومواضيع كتير قوي بتفرق مع الشباب واسئلة كتير قوي بنفكر فيها ومش بنلاقي لها اجابة. وانا شخصيا متحمسة جدا للنهاردة يعني وللتوبيك بتاع النهاردة، لانه انا قعدت وقت طويل قوي اصارع فيه لحد ما فهمت عنه يعني. النهارده هنكون بنتكلم مع بيرنا عن الغفران. هيا بيرنا، هاي، ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه ايه؟ الاخبار؟ كله تمام. انتي جاهزة؟ جاهزة. آه، حابة قوي ان نبدأ، يعني ندخل في الموضوع كده على طول، انه يعني ايه غفران؟ يعني اوكي. بنحس انها كلمة كبيرة قوي يعني. اه موضوع الغفران موضوع عميق جدا وسنسيتيف جدا، فلازم احنا بنتكلم عنه ناخد بالنا ان احنا بنكلم ناس مختلف الاوجاع والالام والهيستوري. فقبل ما ابدا، يعني ايه الغفران بالتحديد، محتاجة شيل 3 حاجات مش غفران خالص. اوكي. اول حاجة فيهم، الغفران مش ان انا بدي الشخص عذر خالص. فلو انا هبتدي افكر ان انا هعذر الشخص اللي وجعني ده مش غفران. تاني حاجة، هي مش مصالحة. انا مش بصالح الشخص، انا مش برجعه حياتي. تالت حاجة، الغفران ملوش علاقة بالعدل. يعني مش معنى ان انا قررت اغفر لحد انه خلاص العدل بتاعي مش هيجي او انه عدل الله مش هيتحقق. ده مش حقيقي، دي حاجة separated. فالغفران هو عبارة عن قرار انا باخده ومشوار بمشي. قرار ان انا اطلق كل نيجاتيف ثوتس وفيلينجز عندي من ناحية الشخص اللي وجعني ده، ايا يكون الوجع. طب هلجو ازاي الحاجات دي؟ ببساطة ان انا احطها قدام ربنا زي ما هي. طب بيرنا، بما انك قلتي انه الغفران مش المصالحة، طب ايه الفرق ما بين الغفران والمصالحة؟ اوكي، الغفران هي بروسس بتحصل جوايا انا، يعني مش حاجة بتحصل ما بيني وما بين الشخص. هي حاجة بتحصل جوايا انا ما بيني وما بين ربنا. قرارات باخدها انا مع نفسي يعني. ان انا بقرر ان انا مش هفضل اكيب الزعل والغضب والمرارة اللي جوايا، لا، انا هطلعها ربنا وزي ما هي، يعني مش هفلتر الافكار، مش هفلتر المشاعر. لكن المصالحة بتطلب مني ان انا اروح للشخص التاني وعاتبه، والشخص ده المفروض يعتذر، والمفروض ان احنا نتعلم انه لما شخص يجي يعاتبني ان انا اعتذر عن مجرد ان هو حس باحساس نيجاتيف. مش لازم ان انا اعتذر ان انا فعلا غلطت، لانه دي هتيجي في تالت بوينت ان احنا محتاجين نتناقش. هل انا فعلا محتاج اتوب في العلاقة دي عن حاجة معينة، او محتاج اتوب عن حاجة انا فعلا بعملها في علاقاتي غلط، او انه لا، احنا محتاجين نكومينيكيت انه ده مثلا حاجة سنسيتيف من عندي او تريجرينج من عندي، وانت مثلا بطريقتك بتيجي ناحيتها. لما الثلاث حاجات دول يحصلوا، ان احنا نتعاتب وان الشخص اللي غلطان يعتذر، وان تالت بوينت ان احنا نتكلم. لو الشخص عمل حاجة فعلا وجعاني وهي فعلا غلط، لو هو تاب عنها بمعنى ان هو ما عملهاش تاني في العلاقة، هنا بتبدأ المصالحة. ان احنا هنا خلاص احنا بنرستور علاقتنا تاني، زي علاقتنا مع ربنا بالظبط. انه انا لما بروح اعتذر عن ربنا، انا مش بقوله بس يا رب سامحني، انا بقرر ان انا I will no longer اعمل الحاجات اللي انا بعملها دي. وهنا بتبدأ المصالحة. هكذا في العلاقات مع الناس، انه انا لما بقرر ان انا اتوب عن الحاجة اللي انا بعملها غلط دي، انا ساعتها الطرف التاني ممكن ادي مساحة ان الشخص ده يرجع حياتي ويكمل. البوينت دي بقى مهمة قوي، انه محتاجين نفصل انه الغفران ملوش علاقة بمصالحة. انا مش كل شخص هغفر له انا محتاجة ارجعه حياتي او محتاجة اعمل مصالحة معاه. بس مهم قوي ان انا لما اقرر اصالح بني ادم ان انا اغفر له، بس العكس لا، مش لازم. طب عارفة، اوقات كتير بحسها حاجة قاسية قوي ان انا يبقى مطالب مني ان انا اغفر لحد هو ما اعتذرش يعني. اوكي، فعلا بتبقى حاجة صعبة. بصي، زي ما قلت تاني، الغفران is a very sensitive topic او موضوع حساس قوي. فاكيد هي حاجة صعبة، بس تاني، ده لانه احنا دخلنا في دماغنا ان انا بصالح عشان فايدة الشخص اللي قدامي، او انا بغفر لفايدة الشخص اللي قدامي. طب الغفران انا هيجي عليا بايه؟ الغفران هيجي عليا انه انا لما بقرر مغفرش الشخص، ايه اللي بيتكون جوايا من ناحية الشخص ده؟ غضب وزعل ومرارة. الغضب والزعل والمرارة ده بيخلوا ان في طريق جوايا لإبليس يدخل جوايا أفكار ازاي ممكن انتقم من الشخص ده، او ازاي انه لو حصلت له حاجة وحشة مثلا قد ايه انا هنبسط. او فده بيشوه جوايا، يعني لما بسيب الغضب والمرارة والزعل دول يكبروا جوايا،
انا اللي بتأذي، الشخص ما بيتأذيش. بالدليل ان احنا في اوقات كتير قوي في ناس بتيجي تحكي تقول انا متضايقه قوي ان الشخص مكمل حياته عادي وانا اللي حياتي وقفت. انت حياتك وقفت لان انت اللي مقرر تسجن نفسك في كل المشاعر النيجاتيف او المشاعر السلبيه يعني اللي جواك. انت محتاج تطلقها، وده الغفران تاني، ان انا محتاج اطلع كل الافكار دي واطلع المشاعر دي. ممكن اطلعها لربنا، اطلعها لشخص، اطلعها على نفسي في الكتابة. بس اهم حاجة انه اخترت ان انا اتكلم مع شخص، اخترت ان انا اتكلم مع ربنا، اخترت كتابة ان هي تبقى في روح صلاة، وانه ابقى مصلية قبليها. وزي ما قلنا هو قرار ومشوار، فانا بقرر انه يا رب انا عايزة اغفر لكذا، بس دي كل المشاعر اللي قدامي وابتدي ارصها، وكل الافكار اللي قدامي وابتدي ارصها. وبعد ما اخلص كل كلامي ما اقومش، يعني محتاج اقعد 5 دقايق اهدى بعد ما اطلع ده كله عشان اخد سلام. لان انا لو طلعت بكل الحاجات السلبية اللي انا طلعتها دي هطلع متعصبة وغضبانة وبشاعر نيجاتيف مكملة معايا بقية اليوم. صح قوي. معنى كلامك انه هي حاجة بتاخد وقت، يعني حاجة مش بتحصل كده. بتاخد وقت، وبحسب برضو اللي حصل وازاي اثر فيا. لانه برضو احنا بلاش نحط مقاييس ان دي حاجة تزعل قوي ودي حاجة تزعل قليل او كتير او كده. كل شخص بيتعامل مع المشاكل بطريقة مختلفة. هي حاجة بتاخد وقت. وكمان مهم قوي ان انا احط في دماغي انه دي حاجة بتحصل لها ups and downs. يعني انا في وقت ممكن احس انه لا تمام انا غفرت للشخص، في وقت تاني احس ان انا في حاجة تريجرد حاجة جوايا، فلسه في وجع، فلسه ببقى شاكة بقى انا غفرت انا ما غفرتش. بس لازم وانا بفكر في الموضوع ان انا افكر ان هو ups and downs. طبيعي ان انا احس في وقت بمشاعر نيجاتيف بتبوب تاني، فابتدي تاني احطها قدام ربنا وتاني اخد شفا منه الحاجة دي. عارفة اوقات كمان بيبقى للتشالنجينج فعلا انه ان انا بقى مثلا محتاجة اغفر لشخص هو مش موجود، زي انه مات مثلا. مم. يعني اه مؤلمة. هي مؤلمة. بس انا عايزة اقولك بقى ان انا لو قررت مغفرش ان هي المرارة بتاعتها بتوجع اكتر. ليه؟ لان طول ما الشخص قدامي انا مستني اليوم اللي مثلا الكراسي تتقلب، فانا اشوفك بتعدي باللي انا بعدي بيه، او مثلا انه تحصل حاجة فحس اوكي ده. عارفة لما بتبقي متضايقة من حد قوي تحسي ربنا اخد لي حقي او احسن. ايوه. لما الشخص ده مبقاش موجود، اذا كان مثلا مات او اذا كان راح بلد تانية فمفيش كونتاكت خالص، ده بيبقى مؤلم اكتر. لان انا عمري ما بشوف الحاجات اللي انا غصب عني لو انا ما اطلقتش اللي جوايا ده بتحصل. انا عمري ما هشوف مثلا بيحصل له حاجة وحشة، انا عمري ما كذا. فالتفكير السوداوي ده لو فضل جوايا مع شخص انا عمري ما هعرف اخباره تاني او عمري ما هشوفه تاني، هيكتر المرارة جوايا وهيحولها لصغر نفس. انا احس ان انا قليل قوي، انا احس ان انا حتى انا مش عارف اشوف انتقامي، انا اقل من ان انا حتى اشوف الكراسي بتتقلب. ففي المواقف دي بالذات انا محتاج ان انا لا اطلعها واطلع زي ما هي. لانه في ناس كتير بتحس انه خلاص ما دام انا مش هشوف الشخص تاني I don't need ان انا اغفر، انا مش محتاج ان انا افكر في البروسيس دي. بس جزء كبير قوي من الغفران لو احنا عدلنا طريقة تفكيرنا فيه ان انا بتشفي، فما بيفضلش جوايا جرح بيألمني طول ما انا ماشي في حياتي. انا كنت لسه اصلا هسألك، طب ازاي اعرف ان انا غفرت للشخص ده؟ يعني هل في بصي ساينز لما بتحصل بفهم ان انا كده غفرت او ان انا عديت الموضوع؟ او يعني اوقات برضو يعني بيبقى في اشخاص في حياتنا بيختفوا او بيبقوا مش موجودين، فبفتكر ان انا كده خلاص عديت الموضوع او ان انا كده غفرت. بس وانس الاشخاص دي رجعت تظهر تاني في حياتي، ساعتها بقى بأدرك ان انا ما كنتش غافرة يعني للآخر او اصلا ما عملتش ده. فازاي اعرف ان انا عديت ده؟ ازاي اعرف ان انا غفرت؟ بطريقتين. لو الشخص لسه موجود قدامي، يعني مثلا شخص انا عايش معاه او شخص انا بشتغل معاه، ان انا لما بيحصل اي حاجة نيجاتيف مش بلاقي نفسي انبسطت. هو بالنسبة لي زيه زي اي شخص تاني، بالذات لو ما حصلش المصالحة. لو انا ابتديت افكر في الشخص ده او شايفاه كأنه شخص عادي انا بشوفه في الحياة، ساعتها يبقى ده معناه ان انا completely غفرت. وكمان اهم من دي ان انا لما بيحصل موقف شبه الموقف اللي انا تعرضت له مش ببقى تراجرد بالقديم والجديد. يعني مش بحس جوايا كده ان في انذار او زعل زيادة ان انا بفتكر القديم والجديد.
دي من الحاجتين اللي بتثبت قوي ان انا غفرت، انه انا ولا بفكر بالسالب من ناحية الشخص، ولا لو حصل موقف شبهه شوية برجع القديم والجديد، ان مخي بيسترجع كل القديم والجديد. عارفة يا فيرنا، اوقات برضو بنحس انه يمكن الاشخاص دي ما تستاهلش ان انا امشي عشانها السكة دي او المشوار ده. مم. يعني انا مدركة او فاهمة قصدك انه انا اللي برتاح وان انا اللي ببقى احسن، بس اوقات كتير بنحس ان هما ما يستاهلوش. يعني انا من كتر زعلي وغضبي من اللي حصل، انا مش عايزة أليت جو الحاجات دي او يعني اوكي، اطلقها يعني. بصي خلينا متفقين ان الغفران برضو مش حاجة بتيجي فطرية لبني ادمين، يعني احنا مش من الحاجات البسيطة خالص، بالعكس هو من التوبكس اللي فعلا شائكة. فالغفران مش حاجة بتيجي ناتشرال، انا محتاجة اختبرها في حياتي فاعرف اديها بعد كده. فلو انا ماليش علاقة ثابتة مع ربنا بمارس فيها ان انا بغلط فبرجع اقوله ان انا اسفة، وان انا بشوف صلاحه وبشوف قد ايه انا بغلط وبقوم وبقع تاني وبرجع اعتذر، وازاي هو بيغفر لي ويقبلني كل مرة، لو انا مش بعيش الاكسبيرينس دي مع ربنا صعب قوي ان انا اديها لحد تاني. لو انا مش مدرك قد ايه ان انا في وقت ما كنتش استاهل اي صلاح او محبة ربنا كان بيقدمها لي، بس هو بيكيب ان هو يقدمها لي، انا مش هعرف اغفر. لو انا ما شفتش قد ايه انا ورثي في عينين ربنا، او قد ايه ان انا شخص غالي ومستحق وشخص كان يستاهل ان ربنا يتعب وينزل عشاني ويموت، انا برضو مش هشوف نفسي ان انا قيمة كفاية ان انا امشي مشوار واقعد اصلي واخرج ومشوار الشفا نفسه، انا مش هشوف نفسي ان انا استاهل المشوار ده. فالبيس بتاعت الغفران او القاعدة بتاعت الغفران الاساسية ان انا افهم قلب ربنا من ناحيتي، وان انا يبقى اصلا عندي العلاقة اللي رايح جاي فيها مع ربنا دي اللي احنا بنتكلم، بعرف شخصه، بعرف انا مين، بعرف قد ايه هو عايزني ابقى شخص صحيح ومشفي. الحاجات دي كلها هي اللي هتخليني بعد كده لما اتحط في موقف صعب انا عارفة امشي مشوار الغفران وواثقة ان انا الهي شايلني، وإلهي هيبقى معايا، وإلهي مش هيخليني أخرج النيجاتيف ده وهو مش فيهوش، ومش هخرج أو مش همشي المشوار ده كله وفي الآخر هو مثلا هيسيبني في النص. في ناس كتير قوي بتخاف كده، يعني بتخاف تفتح في كل القديم مثلا فاجي في وقت ما كملش. ايوه. بس اللي يضمن ده كله ان انا اصلا يبقى عندي بيس قوي في علاقتي مع ربنا، فبقى عارف امشي المشاوير دي وانا واثق ان انا مش ماشي لوحدي، فلو تعبت هو هيكمل الباقي او هيشيلني الباقي. مرات كتير بيبقوا الاشخاص اللي بيأذونا وبنغفر لهم اشخاص هم قريبين مننا. انا يعني زي اهلي مثلا، اخواتي، مم. آم، ناس انا مش هعرف اطلعها بره دايرة حياتي. مم. فهم يعني اوكي، هيغلطوا وانا هغفر، هيغلطوا وانا هغفر. لحد فين انا محتاج اعمل ده؟ بصي هقولك، اولا انا محتاج اعمل خطوات المصالحه اللي اتفقنا عليها، ان انا اروح واعاتب الشخص واشوف هو الرياكشن بتاعه ايه، لان في ناس كتير قوي بتحس انه لا اكيد اصلا هما مش هيهتموا باللي انا بقوله، واكشلي في كيسز كده، انا مش بكذب ده، بس انا محتاجه على الاقل اجرب، يعني اجرب وابقى مصلي قبليها، لان انا لو رحت بالانجر غالبا اللي قدامي مش هيقبل الكلام، فمحتاج ان انا وانا باخد الخطوه دي ابقى مصلي. طب في حالة ان انا رحت واتكلمت والشخص اللي قدامي اتريق مثلا، او الشخص اللي قدامي ما اخدش كلامي جد او whatever بقى، انا محتاج ابني حدود على قد ما اقدر تحميني من الشخص ده. وهنرجع تاني البوينت انه لا، انا محتاجة اصلي، لان ربنا قادر يتدخل في الموقف ويغير، يا هيغير انا من جوه، هيديني متانة اكتر، او هيديني سكيلز اكتر، او هيديني طريقة تفكير او طريقة تعامل مختلفة مع الناس دي تخليني مش بتأثر بحاجات هما بيعملوها، او تخليني اقوى في مواجهة الحاجات اللي هما بيعملوها. يا ربنا ممكن يتدخل ويغير اصلا الشخص ده. الموضوع بياخد وقت، بياخد وقت، الموضوع مش سهل، مش سهل، بس يستاهل. طب انا دلوقتي يا بيرنا يعني اعتزل ما يؤذيني زي ما بيقولوا، ولا يعني اكمل اتعامل مع الاشخاص؟ يعني اوكي. امتى اعرف اميز ما بين انه الشخص ده محتاج، يعني مش هعرف اطلعه بره حياتي فانا محتاج اكمل اغفر طول الوقت، مم. وانه الشخص ده ممكن اطلعه بره حياتي من غير برضو ما بقى طول الوقت يعني بتنازل عن الناس؟ اوكي، بصي هو احنا دلوقتي متقسمين تو اكستريمز، يا ناس اي حد بيضايقها بيقرر تبلوكهم وخلاص تقطع الشخص ده من حياتها وكده،
يا اكستريم التاني ان انا اخد ان الغفران والمصالحة حاجة واحدة، فانا مهما الناس بتغلط فيا بغفر وبصالح، بغفر وبصالح، بغفر وبصالح. انت ولا المفروض تبقى في الاكستريم ده ولا الاكستريم ده، مش كل ما حد يزعلك هتسيبه وتمشي، ولا انه الناس بتزعلك وانا تمام مفيش مشكلة. و I think انه ربنا هو اكتر شخص هيعلمك الحكمة ان انت تفصل ما بين ده وده. بس خليني اقول حاجة، ان لو رجعنا تاني ان المصالحة ان انا بروح اتكلم مع الشخص وبعاتبه، في آية في كتاب مقدس كانت واضحة قوي ازاي المفروض العتاب ده يمشي، وازاي ان انا بمشي فيه خطوة واتنين وتلاتة وفي الاخر انا بوصل لكونكلوجن ايه. تمام. متى 18 من آية 15 ل 17 بيتكلم على العتاب، بيتكلم انه ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. يعني الاول ان انا بمشي ستيب ان انا بروح الشخص وبتكلم معاه وبقول له ايه اللي زعلني. ان سمع منك قد ربحت اخاك، يعني ان هو لو سمع منك فانت كده كسبته خلاص. بقية الآية بتتكلم وإن لم يسمع فخد معك أيضا واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. إن أنت خد حد معاك، ونصيحتي دايما لازم الحد ده يبقى محايد، ويا ريت يبقى سمع من ناحيتين الأول، ما راحش سمع من ناحية واحدة. وإن لم يسمع منهم فكل الكنيسة دي يبقى ليدر أو حد قائد روحي انتوا الاتنين واثقين فيه وبرضه انتوا الاتنين اتكلمتوا معاه. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثني وعشار. الوثني وعشار هنا بتتاخد بمعنى نيجاتيف قوي، انه خلاص انا مش هفكر في الشخص ده، او ان انا هفكر فيه ان هو حد وحش وكده بتكشيرة. بلوك خلاص. بس هنا مقصود بيها انه انا هفضل عندي، يعني هفضل امشي مشوار الغفران اللي انا ماشي فيه، بس هيفضل في سبيس ما بيني وبين الشخص ده. بمعنى انه لا خلاص انا هعمل حدود صحية تخلي ان الشخص ده ما يرجعش تاني لمكانه اللي يأذيني فيه، مادام هو قرر ان هو لا هيكمل بطريقته دي، او هيكمل انه اتس اوكي انه مثلا يوجعني او كده. لا خلاص احنا هنعمل حدود صحية ما بيني وبينه اكمل فيها انا يعني طريقي في الغفران مع ربنا، بس ما يبقاش فيه المصالحة اللي هي خلاص هنرجع في حياة بعض. طب ده ما يخلينيش في وقت استسهل او مش استسهل يعني. اوقات كتير بنحس انه حتة المصالحة او العتاب دي خطوة صعبة او انا مش بعرف اعملها. مم. فبقول اوقات انه خلاص انا هعدي الموضوع مع نفسي، يعني انا هقفل مع نفسي خلاص، انا مش هتكلم معاه وانا هخلص الموضوع كله مع نفسي. بس انا لو عملت كده مع كل شخص انا قابلته في حياتي انا كده يعني هفضل لوحدي في الاخر. وخلينا متفقين برضو ان العتاب بيخليني ابص يعني من نظرة تانية. احنا لما بنيجي نتعاتب اتفقنا ان اخر يعني بوينت بعد ما الشخص نتكلم ويعتذر، انه اخر بوينت ان احنا بنقعد وبنتكلم ونتناقش. انا ممكن ابقى شايف الموضوع بطريقة ما كانتش دي نظرة اللي قدامي خالص، فانا لو ما اتعودتش ان انا اخرج من الكرسية واروح للتاني، بالذات في المصالحة، انا مش بتكلم على الغفران، انا هفضل مزنوق في مخي قوي مش هكبر. لانه خلينا متفقين برضو احنا لما بنتعاتب وبنتكلم ونتصالح كل واحد بيمشي خطوة معينة. فلو انا من الاول حاسس لا انا مش هعاتب، انا مش همشي الخطوات دي، يبقى برضو ما زعلش ان اللي قدامي مش عايز يجي يعتذر مثلا، او مش عايز هو اللي يبدأ الحوار. وبحس ان دي اكبر مشكلة من مشاكلنا دلوقتي، انه محدش عايز ياخد الفيرست ستيب، وكله عمال يعني انا بيضحكني قوي لما اتنين يجوا يتكلموا معايا وهما متخانقين، واصلا بصلي ربنا هو يجي يكلمني الاول. طب ربنا هيحرك مين؟ ما انتوا الاتنين مستنيين تبقوا التاني هو اللي يبقى الاول، مش هنخلص. فيعني الخطوة صعبة بس العلاقات حاجة قيمة قوي. وانا عايزة اقولك انه الاحتكاكات اللي بيحصل فيها ان احنا بنتخانق مع بعض او بيحصل كلاشز مع بعض، العتاب والمصالحة والاعتذارات دي هي اللي بتخلي بعد كده في كريدت في العلاقة، وهي اللي بتعمق العلاقة. احنا لو علاقتنا طول الوقت ماشية في سلام فغالبا احنا بعاد قوي، لانه ما فيش حاجة احنا بنتقابل فيها. بس لو احنا بنتكلم بعمق مع بعض، ولو احنا كل واحد مع التاني عارف يبقى شفاف، هي دي اللي بتسبب بعد كده ان في علاقات عميقة، وان احنا نفهم بعض اكتر، وانه مخنا وقلبنا يتوسع انه يقبل ناس مختلفة عننا. طب بيرنا خلينا كده نلخص اللي انت قلتيه في جملتين وقبل ما نختم. طيب خلينا متفقين ان الغفران هو قرار ومشوار. قرار انا بطلع فيه كل المشاعر السلبية والافكار السلبية، وانا واثقة انه ربنا هيكمل الشفاء اللي جوايا، وانه اله عادل، وان في فرق كبير قوي ما بين الغفران والمصالحة. انا مش كل شخص بغفر له بصالحه، بس كل شخص انا
ببقى محتاجة اعمل معاه مصالحة لازم امشي معاه غفران. طب بيرنا، خلينا في الاخر واحنا بنختم نلخص فكرة الغفران والمصالحة في جملتين. اوكي. الغفران هو قرار ومشوار انا بمشي ما بيني وبين ربنا، ملوش علاقة اذا كان الشخص يستحق ولا لأ، معذور ولا لأ، جاي اعتذر، موجود او مش موجود. دي حاجة بتاعتي انا وربنا، وانا اللي فيها بتشفي في الاخر. لكن المصالحة هي حاجة بندخل فيها الشخص اللي غلط فيا وانا وربنا، احنا التلاتة. وبتبدأ بان انا بروح اتكلم مع ربنا واصلي، وبعدين بتحرك للشخص وبعاتبه. وبعد ما عاتبه احنا بنخش في conversation بتبتدي بالاعتذار، وبتكمل ان احنا بنخش في نقاش اذا كان لو دي حاجة فعلا مؤلمة ان الشخص بيتوب عنها، او لو هي حاجة يعني عدم تفاهم ما بيننا بنتفاهم، ومن هنا بتبدأ المصالحة. نفسي كمان في الاخر نصلي في نص دقيقة كده لفكرة الغفران، وان ربنا يكون بيدينا قوة ان احنا نعمل ده يعني ابقى مدركة انه ده هيحررني انا قبل الشخص التاني اللي انا هقرر اغفر له. آمين. يا رب، جاية بشكرك انك اله صالح، مش بتطلب مني حاجة انت اصلا ما عملتها ليش الاول. شكرا ان انت بتعلمني الغفران، بان انت بتبدأ ان انا اي وقت بجيلك انت بتفتح حضانك ليا وبتغفر لي. بشكرك يا رب انه طريق الغفران ده على قد ما هو صعب وفيه ups and downs، الا ان انت مش بتسيب ايدي فيه، وتبقى ماسكني طول الطريق لغاية ما انا بتشفي. تعالى يا رب ساعد كل حد فينا انه يتغير تفكيره من ناحية الغفران، ان هي حاجة انا مش بس بعملها لانها مفروضة عليا، بس دي حاجة انت يا رب صنعتها عشان تشفيني وعشان تحررني من اي افكار واي ظلمة ممكن تتكون جوايا. يا رب جاي بصلي انه كمان يبقى عندنا حكمة امتى نغفر في هدوء ما بيننا وما بينك، وامتى انه كمان نتحرك في مصالحة حقيقية تبقى انت اللي مالك القعدة ومالك الكلام. جاي بصلي يا رب لكل حد هو مضطر يكمل يتعامل مع الشخص اللي بيأذيه، انه انت تديه القوة والحكمة انه يقف للشخص ده ويعرف يحط حدود، او يا رب ان انت تيجي وتغير الشخص اللي بيأذيه ده وتحول قلبه وتبقى قصة